بابا ليه حضرتك بخيل كده؟ نعم. لا بجد بخيل جدا خالص كتير. انا يا ولاد بخيل ليه؟ في حاجات نفسنا فيها وحضرتك مش عايز تجيبها لنا. انا حاجات ايه؟ بخيل. يا ولاد ده انا بجيب لكم كل اللي انتوا عايزينه ومش حارمكم من حاجه. حرمنا من حاجات مش حاجه واحده. لا طبعا، ده انا كل خناقاتي مع ماما انها عماله تقول لي انت مدلعهم قوي مدلعهم قوي. فين الدلع ده؟ بخيل. طيب قولوا لي انتوا نفسكم في ايه وانا اجيبه لكم. وهتجيب فعلا اللي احنا عايزينه؟ طبعا. احلف. والله يا ولاد هو انا ليا غيركم؟ طيب هو في حاجة كل الناس جابوها إلا احنا؟ حاجه كل الناس جابوها الا انتوا؟ طب ايه هي؟ بابا ايه مش متابع السوشيال ميديا؟ لا متابع. ايه أكتر حاجة بقى لفتت انتباهك الناس كلها بتتكلم عليها دلوقتي؟ الناس كلها دلوقتي بتتكلم على ايفون 15 انه نزل، ما اظنش ان في حاجه تانية. طب ايه بقى هفضل ماشي بايفون 6؟ وأنا هفضل شايل آيفون 7؟ لا طبعا عيب جدا جدا قوي بصراحه. طيب الاول خلوني احكي لكم قصه ممكن تبقى ملهمه ليكم وتستفادوا منها. هتحاول بقى تتوه وتهرب من الكلام. اهرب يا بابا اهرب. لا خالص، دي قصه مفيده جدا. اتفضل. انا اول موبايل شلته في حياتي كنت في الكليه، كان موبايل اسمه نوكيا 3310. سمعتوا عنه قبل كده؟ ايه نوكيا ده اصلا؟ ما طبعا هتعرفوا الحاجات دي ازاي. بص يا سيدي، ده موبايل كده زمان كان بزراير وكان بينور اخضر، وكان اقصى ترفيه ممكن تعمله عليه انك تلعب عليه لعبه التعبان. مين اللي تعبان؟ بيقول لك لعبة التعبان مش التعبان. ايوه بالظبط كده. وكان التعبان ده بيمشي ياكل نقطه كده صغننه كده على الشاشه، ومع الوقت التعبان ده اتحول لحزام حقيقي، والحزام دلوقتي جعان وعايز ياكل. طب ما يروح ياكل النقطة اللي على الشاشة. ما هي النقطه دي اتحولت لبني ادمين. الحزام يلسوع يشبع على طول. زين انت عارف ان انا بحب ايفون 6 قوي وعليه كل لعبي. خدتيها من على لساني، وانا برضو بحب ايفون 7، انا ما اقدرش افرط فيه. كنتوا بتقولوا بقى ايفون 15 ده ماله؟ مالوش. ماله. ماشي. نستأذن احنا بقى. بابا بس ما تنساش تحط تاني الحزام في البنطلون عشان ما يقعش منك. حاضر. جيل بايظ. قال عايزين ايفون 15 ده ب 100,000 جنيه. هو ليه 100,000 جنيه اصلا؟ انا مش عارف.